اقسم بالله غريم انت اجدع منك مفيش. قصدك ايه بالكلام الماسخ ده؟ ما هو انا اتعادل تتعادل معايا، اخسر ما تسيبنيش انام متضايق. دي حقيقه الصراحه. يعني نقدر نقول الحلقه دي بعنوان لا تعايرنا ولا عايرك الهم طايلني وطايلك. يعني مش هنتخانق النهارده؟ لا انا كده كده جاي اتخانق. يلا بينا. يلا بينا. انا جوهري اهلاوي من التالتة شمال. وانا عطيه زملكاوي من التالتة يمين. ودي صفاره خناقه. جوهري وعطيه مش متفقين، نختلف كوره ونحترم بعض. هنتكلم في اللي شاغل الناس، كلام قهاوي. كل واحد يقول رايه بوضوح وبدون مقاطعه. لو الحوار سخن الصفاره تهدي الملعب. خلينا نبدا بالدوري. انت شايف القرعه ايه اخبارها؟ مين اللي مريح اكتر يا باشا؟ بص، انا هقول لك على حاجه بس قبل القرعه. الزمالك جات له فرصه من ذهب، ما عرفش ان هو يستغلها. وده صراحه ممكن لو اقسم بالله سالت. خليتوني اعرف انام. انا مش عارف. يعني انا كنت بكلمك ان فعلا يعني الاهلي بعد الخساره اللي حصلت في الماتش الثاني ده، انا كنت حاسس ان هو هيخرج بره المنافسه تقريبا بنسبه 70 80%. الاهلي كنت فعلا حاسس انت ان هو لو هيخرج كنت بره المنافسه. كسبته كنت خلاص فرقت 6 بونت، كان بنسبه 80% الدوري بتاعك. كان انت معانا فرصه الصراحه، ما ينفعش نضيعها. وعايز اقول لك على حاجه، احنا توقعاتنا كلها بسم الله ما شاء الله يعني. خيشنا كلها يعني ما فيش حد فينا توقع حاجه صح. بس عادي، هي يعني هو بيراميدز بس اللي كسب ما انا يعني. برضو ساعتها قلت انا توقعت ان بيراميدز هيقع وما وقعش يعني. ماتش الزمالك وانبي تقريبا ده اسوأ ماتش شفته للزمالك مع معتمد جمال من ساعه وان ما شاء جه. الله اللي جاي اسوء. طيب بالنسبه للقرعه بقى، انا شايف ان صراحه مفيش فريق ليه مثلا فرصه احسن من الثانيه. لا انا شايف ان الزمالك ليه فرصه، الثلاثه ليه فرصه بس عشان لو طلع نهائي افريقيا هيبقى مريح في النهائي. نوصل انما بس النهائي الباقي وبعدين نشوف. وانتوا مش توصلوا النهائي بعد كل ده. الله اعلم. نشوفها في فقره افريقيا. بس عامه يعني القرعه، انا شايف ان القرعه بالنسبه ليا كزمالك يعني انا شايفها كويسه. ومش شايف ان في فرقه القرعه خدمتها عني، ولا شايف ان الزمالك القرعه خدمته عن حد. انت ايه رايك بقى؟ بص انا الصراحه شايف الفتره اللي جايه 6 ماتشات، كل فرقه 6 ماتشات كؤوس. اللي هيخسر ماتش هيطلع بره المنافسه. دي حقيقه. واقدر اقول لك بعد الجولتين اللي حصلوا المره اللي فاتت بالذات، الجولتين اللي فاتوا للاهلي والجولتين اللي فاتوا للزمالك، اي حد هيتوقع نتائج ال6 ماتشات اللي جايين، اعتقد ان هو بنسبه تتعدى 80% هو هيبقى غلطان. الموضوع فعلا ممتع لاقصى درجه وفي حماس لاقصى درجه، مخليني بغض النظر بقى عن اهلي والزمالك انا مبسوط جدا ان انا بتابع الدوري الموسم ده. يعني خلينا نقول بلاش نتوقع عشان ما نخيش تاني. انا صراحه شايف كده. يلا بينا على افريقيا. يلا بينا على افريقيا. يلا بينا. الفرقه المصريه تفضل مكمله كده واخده طريقها في افريقيا. خلينا نفكر نفسنا بالنتائج الماتشين اللي اتلعبوا والماتشين اللي لسه هيتلعبوا. عندك بيراميدز والجيش الملكي تعادلوا 1-1، الزمالك وتوهو الكونغولي تعادلوا 1-1. ودي ماتشات خلصت قبل الحلقه ما نصورها. بس ضاعوا كتير وتوهو الكونغولي، ضاعوا يعني كتير قوي. احنا كنا فرقه مش شايفه قدامها. نص الفرقه كانت صايمه ونص الفرقه كانت فتره. هنعمل ايه طيب؟ لا كلهم كانوا فاطرين، انا ما شفتش حد صايم، كلهم لا مش هظلم حد، انا ميه. شفت نصهم بس الصراحه. وبعدين في ماتشين هيتلعبوا، عندك المصري مع شباب بلوزداد هتلعب كمان شويه بالظبط، والاهلي والترجي. هبدا انا اقول لك، انا شايف ان بيراميدز مع الجيش الملكي النتيجه ان هو يتعادل هناك 1-1 شايفها نتيجه ايجابيه، وشايف ان بيراميدز هيعدي هنا بسهوله. وشايف ان الزمالك مع توهو نتيجه 1-1 برضه نتيجه مش وحشه، نتيجه كويسه. لا ومتوقع برضه ان احنا هنعدي هنا بسهوله. المصري وشباب بلوزداد انا شايفه ماتش صعب. ده ما ينفعش يعمل ايه منتدى كده يعكنن عليكم كده. ده اللي انت بتتمناه. لا اتوقع يعني بص انا بنسبه يعني 90% الزمالك هيعدي بسهوله. الاهلي والترجي شايفه ماتش صعب على الاهلي. نفس السبب اللي مخلي الماتش صعب هو اللي هيخلي الماتش سهل. مستوى الاهلي الفتره الاخيره واللي حصل في الدوري ده سبب مخاوف جماهير الاهلي قصاد الترجي. بس الترجي مش هو الترجي اللي احنا عارفينه بالذات السيزون ده. وبسبب المستوى الاهلي الفتره الاخيره ده هيدي دافع للعيبه ان هي تعمل حاجه قدام الترجي، واتوقع ان الاهلي هيعدي الترجي. بص انت ايه رايك؟ هقول لك على حاجه، انا قلت لك قبل كده احنا بنأدي في دوري ابطال افريقيا احسن نسخه من فتره كبيره، ملهاش علاقه بالدوري خالص. لو تفتكر انا قلت لك كده في الحلقات اللي فاتت. علشان المستويات اللي قدامكم ضعيفه، ولا لا عشان انت شايف ان الفرق اللي قدامنا بتهاجم وانا متوقع انها هتهاجم فانا محضر صح. انما فرق الدوري انا لو توقعت ان هم هيهاجموا بتبقى حاجه غريبه، فاهم قصدي؟ بس هو الترجي ما اعتقدش ان هو هيهاجم الاهلي هنا، ممكن يعمل ده هناك في تونس. لا بس هي فرقه متوازنه، فاهم قصدي؟ يعني فرقه متوازنه، عارف انها هتهاجم في وقت وهتدافع في وقت، فهتعمل حساب للدفاع بتاعها والهجوم بتاعها. يعني انت شايف ان الماتش هيبقى صعب عليكم؟ الماتش هيبقى صعب خصوصا ان الاياب عندنا هنا من غير جمهور، فانا لو ما عملتش نتيجه ايجابيه هناك يعني حتى لو خسرت باي نتيجه
لو سوء التزام طب معلش، احنا ناس بيطبق علينا بنحترمهم يعني، نحترم القواعد وانتوا بتوع قوانين قوي. طبعا احنا قوانين اكس. طيب يعني انت متوقع ان انت هتعدي بس بصعوبه؟ ان شاء الله مفيش اي حاجه. انا اتوقع المصري مش هيعدي شباب بلوزداد وده عكس ما انا بتمنى، يعني نفسي المصري يعدي، بس اتوقع الماتش هيبقى صعب انا كمان بتمنى ان مصر يعدي. ما ممكن تكون انت شايف عكس ده، بس انا طالما الفرقه بتلعب في بطوله غير بطولتي انا لا. يعني انت بتشجع الزمالك في الكونفدراليه الا الزمالك، يعني كل ده ينطبق على اي حد الا الزمالك. وطني قوي وطني قوي. طيب ماشي، اتمنى، انا بالنسبه لي اتمنى فعلا المصري وبيراميدز يعدوا واتمنى الاهلي ما يعديش. يلا بينا على 30 ثانيه. يلا بينا. يلا بينا دلوقتي فقره 30 ثانيه، يعني اسئله من غير تفكير. مش هتفكر. يلا بينا. جاهز يعني؟ جاهز. انت اللي هتبدا؟ انا اللي هبدا. مستنيك. مين بتعتبره اسطوره في الزمالك ما بتجيش زيها؟ خلينا اتكلم على اللعيبه اللي انا حضرتها، بلاش ارجع للجيل السابق او ما سبق ان مشاهدتي للزمالك. بالنسبه لي شيكابالا. مين شعبته اكتر، الاهلي ولا الزمالك؟ فين؟ في مصر. الاهلي. وفي اي حته. يا عم معتقداتك دي خليها لنفسك. لو هتتكلم على شعبيه مين شعبيته اكتر في مصر، الاهلي شعبيته اكتر، بس معظمها شعبيه زائفه. مين نجم الزمالك دلوقتي؟ مين نجم الزمالك دلوقتي من الجيل الحالي يعني؟ مين نجم الزمالك دلوقتي؟ الجمهور ده اكتر وقت الزمالك ما عندوش نجم مميز فيه، وده مش عاده الزمالك يعني. لعيب ندمت انه لعب للزمالك. كهرباء احمد حسن. الزمالك هياخد بطوله السنه دي؟ اتوقع ان شاء الله، يكون فدراليه دوري. هفكرك واتمنى الاثنين. طيب دوري، مين من لعيبه الجيل الحالي انت شايفهم ينفعوا يلعبوا في جيل مانويل جوزيه؟ ولا واحد. مين نفسك يبقى مدرب الاهلي بعد تروب؟ مدرب اجنبي، سيره ذاتيه قويه. لو خيرتك السنه دي ما بين بطولتين، الدوري او افريقيا، تختار انهي؟ افريقيا قطعا. افريقيا قطعا. هو الدوري اصلا بالنسبه لي ما بيديش فلوس، انا راجل عملي. انت راجل عملي يا عم. انت نادي بطولات. اكتر جول اللي الاهلي في الزمالك بتحبه، وبلاش القضيه لو سمحت. بص لو هتتكلم بعد غير القضيه، خرج القضيه بره الموضوع. هي القضيه سوبر ستار، بس يعني اللي بعدها بالنسبه لي ولوع عليه قوي قوي قوي، يعني جون اسامه حسني 4-3 في كاس مصر. اوف. ده بالنسبه لي احسن جون بعد القضيه. طيب ماشي، اخر سؤال هساله لك، انت شايف الاهلي بيتجامل اكتر ولا الزمالك؟ ده سؤال عميق. بص بصراحه سيام جدا. اعمل نفسي مصدق. ما لازم تصدقني. طيب وصلنا لاخر الفقره دي. تمام، يا رب تكون الاسئله المره دي عجبت الناس هتحكم مين اللي جاوب احسن. يلا بينا نشوف. يلا بينا. قول لنا بقى مستر محمود، ايه اللي هيقلب سوق العقارات الفتره اللي جايه؟ هو طبعا الفتره اللي جايه في زياده بيشهدها العقار في الاسعار. الدنيا مولعه. ولسه هتزيد. العقارات دلوقتي بتزيد من 10 ل 15%، وده هينطبق على كل العقارات الفتره الجايه. طبعا مواد البناء زادت بعد زياده الاسعار بتاعه البنزين، فكل حاجه زادت. في اوفر كويس جدا جدا نازل الفتره اللي جايه، نظام سداد وبيوصل لحد 12 سنه، اقساط كويسه جدا جدا جدا، والاول مره. ايه الجديد يعني؟ كل الناس بتقسط 12 سنه دلوقتي. اقول لك، اول حاجه النظام دوت هيناسب كل الفئات. انت مش بتكلم ولا بتخاطب فئه معينه، انت بتخاطب اي فئه. اي حد عايز يحوش بدل ما يحط في جمعيه او يحط في بنك، يقدر يشتري واحده من الوحدات دي. طيب يا مستر محمود، انت بتقول ان هي بتناسب تقريبا كل الفئات. ده حقيقي. نقدر نقول الوحده بتبدا من كام؟ انا عندي الوحده بتبدا مقدمها من 15000 جنيه، وقسط شهري بيبدا من 5000 جنيه. 15000 حلو جدا. 15000 جنيه ده حقيقي. ده المقدم. ده المقدم. القسط 5000 جنيه في الشهر. يبدا من 5000. يبدا من 5000. طيب وصلنا للفقره الجدليه. وصلنا النهارده السؤال هيبقى بتاعي، وسؤالي ليك. وسؤالي ليك النهارده، ليه النادي الاهلي نادي او اكتر نادي في مصر؟ ما تقول النادي الاهلي تكبر كده وانت بتقوله. ليه النادي الاهلي ليه النادي الاهلي اكتر نادي في مصر بيعادي انديه كتير؟ يعني الاهلي معادي للاسماعيلي، الاهلي بيعادي المصري، الاهلي بيعادي بيراميدز، الاهلي بيعادي الزمالك. دول اعداء النجاح يا باشا. اعداء النجاح. انا لو هتسالني على وجهه نظري يعني، انا شايف ان ده فعلا دي اعداء النجاح. النادي الاهلي دي اكبر مؤسسه يا حبيبي. اعداء النجاح دي لو الناس هي اللي فاهمك وجهه نظري ايه.
انا سؤالي ليه انت اللي بتعاديهم؟ انت دايما ما انا مش شايف بتتمنى. ان انا بعديهم، لان انا هقول لك على حاجه ببساطه. مين اول فرقه قالت ان الاسماعيلي ما هبطش الموسم اللي فات؟ انت مثلا. انت الاهلي هو اللي وقف. انت بتتكلم انا بتكلم على جمهور الاهلي في يعني سياق كلامي رايح ناحيه جمهور الاهلي. جمهور الاهلي دايما حاطط نفسه في عداوه مع بيراميدز، حاطط نفسه في ما عداوه مع أعتقدش. الاسماعيلي. لا لا ما اعتقدش. حاطط نفسه في عداوه. لو انت ما بتعتقدش يبقى انت مش شايف اللي بيحصل فعلا. لا لا انا مش بعادي. ما انا واحد من جمهور الاهلي ما بعاديش الفرق دي. انا شايف ان يعني الفرق انت مش دي شايف بتكرهني بس انا ما مين قدمتش العداوه. بيراميدز دي مالهاش جمهور اصلا. شايف هو الفرقه دي اصلا كلها اتعملت عشان اصلا تعادي الاهلي. كان في اونر ومشي. يعني هي الفرقه دي اصلا كلها اتبنت عشان تعادي الاهلي. لو انت مش مقتنع بكده لا 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 مقتنع بكده. طب خلاص، يعني الفرقه اصلا اتبنت عشان تعديه. الشخص ده مشي. طبيعي الشخص ده مشي. شخص مين اللي مشي؟ انت يا باشا ما سلم الرايل بعده. لا 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 هو نفس الفرقه. لا انت في الاول كان ده ممكن يكون ده سبب عدائك مع بيراميدز، بس بعد كده بقى عدائك مع بيراميدز عشان بقى هو المنافس اللي في جيبه فلوس يقدر يقف قصادك. لا المنافسه حاجه، وان انا بدليل رمضان صبحي، احمد فتحي، وهنقول كتير من قبلهم شريف اقامي. رمضان صبحي عشان بيعادوا الاهلي. لا مش عشان بيعادوا الاهلي. كفايه كده عشان احنا رزعنا كتير. خلي الجمهور يقول رايه في الكومنتات على السؤال بتاع الفقره الجدليه بتاعت النهارده. اكيد هيقولوا كومنتاتهم وهيقولوا رايهم وهيدونا لايك وشير وسبسكرايب والدعم بتاعنا، ويشفقوا على الاهلاويه. قولوا لنا رايكم في الكومنتات. مين كان اقرب من المنطق ومين كسب الجوله دي من الخناقه؟ اكيد انا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ومستنيينكم تشوفوا الحلقه اللي جايه. سلام. Free audio post production by alphonic.com.